شهد شارع مولاي رشيد بالقرب من سينما ميغارا منبال دار البيضاء ليلة يومه الجمعة حادثة سير خطيرة بطلها صاحب دراجة نارية من الحجم الكبير من نوع تي مكسوذ الكلف، عندما كان صاحبها يسوق بطريقة جنونية وبسرعة فائقة. وحسب موفد شوف تيفي من عين المكان، فإن سائق الدراجة النارية وعندما كان يسير بسرعة جنونية فقد السيطرة على مقود دراجته ليصطدم بسيارة خفيفة كانت تسير أمامه بالشارع المذكور. وأضاف ذات المصدر فإن السائق الذي كان رفقة صديقه تعرض لجروح خطيرة، بينما صاحبة السيارة لم تصب في الحادث بل تعرضت لخسائر مادية فقط. وحسب شهود عيان فإن الصديقين حاولا الفرار إلى وجهة مجهولة بعد تعرضهما للحادث، لكن عدد من الخاسرين قاموا بمحاصرتهم إلى حين وصول العناصر الأمنية. هذا وقد حل رجال الأمن إلى مكان الحادث مرفوقين بالوقاية المدنية التي نقلت الجريحين إلى مستشفى مولاي يوسف من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث. السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.